مساء الخير مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم حلقة جديدة من برنامج العين الرابعة في قناة كركوك تي في. اليوم رح نتكلم عن الوقاية الصحية وعن سبب انتشار الأمراض الخطيرة وكيف تم الوقاية منها والعلاج منها. حاليا احنا متواجدين مديرية صحة كركوك، رح نتكلم شوية ويا الدكتور نبيل، خليكم ويانا. مساء الخير. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام، يا هلا بكم في أي وقت. دكتور، اليوم احنا حابين نتكلم عن الأمراض اللي دا تصير وشنو سببها انه قاعد يوم عن يوم يطلع لنا مرض جديد. نعم، في ظل الهجمة الفيروسية اللي تعرض إلى البلد في الأيام السابقة أو في السنوات السابقة، كان لدينا إصابات جدا هائلة في موضوع الكورونا، مثل ما تعرفون والسادة المشاهدين أيضا يعرفون، وكذلك الكوليرا وكذلك الحمى النسفية، وأيضا كان عندنا إصابات من عضات الكلاب السائبة. في موضوع الكورونا هناك إمكانياتنا جدا متمكنين للتصدي لهذا الوباء، وأيضا هناك أصبحت توعية لدى المواطن بضرورة أخذ اللقاح، وكثير من المواطنين الآن هم في السفر ملقحين ولديهم بطاقات سفر دولية، ومستشفياتنا أيضا مجهزة بمادة الأكسجين المنقذ للحياة عالية الجودة والنقاوة، وكذلك الأدوية اللازمة بمعالجة لهذا الوباء. في الآونة الأخيرة هناك انتشار أو خلينا نقول عليه زيادة ملحوظة في أعداد إصابات في الكوليرا. لدينا الآن بحدود 15 مريض نائم في مستشفانا، مستشفى العزل، وهم يتلقون العلاج اللازم، وهناك أطباء أخصائيين يشرفون على علاجهم. الحمد لله هناك باستمرار خروج المرضى بشكل الشفاء التام إلى ذويهم. فيما يخص الحمى النسفية، تم تعاوننا مع الجهات المعنية، والسيادة قائد العمليات مشكورا أنطى توجيهاته وانطانا الصلاحيات اللازمة مع الجهات المعنية في البلدية والسيد قام مقام مركز كركوك. أيضا هناك إجراءات فعالة في الشارع الكركوكي، ولم نسجل إصابات في هذا المرض. زين دكتور، شنو رأيك انه مدى يتم التخلص نهائيا عن مرض الكوليرا؟ نعم، مناطق عديدة من كركوك يستهلكون مياه غير مياه الإسالة، وبالتعاون مع مديرية ماء كركوك الآن مجهز مادة الكلور، والكلور يتم حسابه بشكل أسبوعي في كل المياه في المحافظة، ويتم إرساله إلى مختبرات المعنية لقياس هل يكون من الناحية الفيزيائية أو من الناحية الكيميائية أو من الناحية البكتيريولوجية صالح للاستعمال البشري. هناك مناطق ليس لديهم إسالة، يستهلكون مياه خاصة تأتيهم عن طريق التانكرات، أو حتى بعض المياه الآبار اللي تكون ملوثة بمياه قريبة من الصرف الصحي. أيضا نسجل إصابات، وهذا الوباء وباء يعني تكون محدودة في ظرف الحر، وإن شاء الله سنقضي عليه في الأيام القادمة. طيب إن شاء الله. طيب دكتور، شنو التعليمات اللي يعني اللي يجب يتبعها يعني المواطنين حتى يتخلصون أو حتى لا ينصابون بمرض كوليرا؟ أهم التعليمات هو الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية ونظافة اليدين والنظافة الشخصية بشكل عام. نلاحظ أن جميع الأوبئة الحالية السبب الرئيسي هو يعني الامتناع عن النظافة الشخصية والامتناع عن الإرشادات الصحية اللازمة. بالتأكيد يعني مراجعة المؤسسات الصحية بداية المرض شيء مهم جدا، لأنه أيضا في الحمى النسفية اللي صارت عندنا إصابات هو مراجعة المؤسسات الصحية في حالة متأخرة من المرض. حتى في موضوع الكوليرا نلاحظ أن كبار السن يراجعون مؤسساتنا الصحية وهم متقدمين مرض، يعني 10 أيام عنده إسهال بالبيت ما يراجع، لذلك المؤسسة الصحية من تقدم خدماتها تكون بشكل صعب وتتم إحالة المستشفيات ويرقد المستشفى ويروح منه أيام وقلق الأهل بهذا الموضوع. لكن إذا يراجع بداية المرض كل شيء بدايته تكون سهل. طيب دكتور، شنو المشاريع الجديدة اللي دا تصير بالمستشفيات؟
لدينا مشروع مهم جدا مبني على أرض بقرابة 1250 متر في حي غرناطة، بإمكانكم يعني زيارته وإلقاء تسليط الضوء عليه. وهو مشروع الديلز الدموية في كركوك، مشروع وزاري ضخم جدا بحدود 63 سرير. أيضا هناك نفس المشروع في الحويجة، قضاء الحويجة، بحدود 12 سرير لتقديم ديلز دموية بالطرق الحديثة، لأنه محافظتنا بات بأمس الحاجة لهذا المشروع، مشروع توسعة الديلز الدموية. ومعالي وزير الصحة أوعز بشمول كركوك بهذه الخدمة اللي ما كان مشمول به سابقا. أصبح لدينا شعبة في مستشفى كركوك العام بسعة 33 سرير، بالإضافة إلى القدرة السريرية الاستيعابية اللي زادت بالتوسعة بحدود 75 سرير. إذن المواطن إن شاء الله الشهر القادم سيتم تجهيز المركز، سنستلم المركز. مواطن سوف لن يلاقي صعوبة في الحصول على الديلز الدموية في كركوك. شلونك؟ الحمد لله، انت شلونك؟ سلامات ان شاء الله. والله سلامات. صار لك ايش قد تراجعين؟ والله هاي اول مره اجي، انا مو دراسه يسوون، انا باطفال يعني نايم 10 ايام. قالوا روحوا راسه سووا من السخونه ضارب على راسه. هسه يقولوا ورا 15 يوم، واحنا حاله يعني حالته مو خطره، يقولوا ورا 15 يوم. شنو بيه؟ والله السخونه ضرب على راسه ويقول سحايا لا يصير بيه. إيه هسه حالتها خطرة، وورقة الدكتور هو كاتب يقولون ورا 15 يوم، يعني 15 يوم هم أبقى بالأطفال، أنا 10 أيام بالأطفال. طيب ليش ما راجعتي مستشفى الأطفال؟ أنا هسه بالأطفال نايم، هسه إسعاف جابني من الأطفال. حالتها خطرة، الدكتورة هي قال حالتها خطرة، بس نشوف شنو براسه. طيب شنو تفضلين إن تزورين الدكتور بعيادته الخاصة أم تزورين المستشفى؟ والله أنا إمكانيتي مو هيك، إمكانيتي مو هيك، أنا عدان ليش بالأطفال نايم جاية هنا، لو أنا عندي إمكانية أروح للخصوصي. طيب ما عدا هاي المشكلة إنه عدم الاهتمام بالمريض، شنو المشاكل اللي تواجهيها؟ والله هسه يقولون حالتها خطرة وورا 15 يوم، يعني 15 يوم هم أنام بالأطفال؟ أنا 10 أيام صار لي بالخسخانة، شوف حالتها شوف. هسه بإسعاف أنا جيت، يعني أنا عندي إمكانية أروح للخصوصي. زين شلون تشوفين خدمات المستشفى؟ والله بالأطفال خدمات كلش زين، ما بي أي عيب، يعني دكاترة وأدوية كلها زين، بس لازم هالحالة هنا يصير. هسه هنا مجينا يقول ورا 15 يوم، اي والله 15 يوم هواية، يعني أنا ابني حالته مو زين، وضعه مو زين، ما يقدر يوقف. شنو حابة توصلين رسالة؟ والله رسالة أوجهها غير يساعدون علينا، وإحنا حالتنا فقر، لو واحد زنقين أسرع أخذها للعيادة. فأنا نريد مساعدة على مود هالحالة يبقى 15 يوم، يعني هالحالة 15 يوم يبقى ما يقدر يمشي، يبين يعني هاي مو إنسانية، لا والله مو إنسانية، كل شيء هالشي فلوس، مو إنسانية. صدق بالله لا، حتى باعوا شعب العراقي والباعون لنا ايران وامريكا. خاف يقول لك عراقي يستحوي، يخاف يقتلونه. انا لا اخاف ولا ذا بعصاته، والله باعوا ديننا كلها من 2003 لحد الان. هاي حالة مريم زين، هاي كلها من فلوسنا احنا. هسه يجي ايران يعتدي على عرضهم يتقبلون، يجي امريكا يعتدي على عرضهم يتقبلون، بس للمواطن العراقي ما يتقبل. فلسين المواطن العراقي ما يشترون فلسين. من يقول يا عنده كرامه مخلينا؟ اي كرامه ما مخلينا الحكومه. هاي الناس طالعه مظاهرات ما يتجوا، اذا يروح على الجنوب شارع ماكو تبليط، الشارع حاله تبليط ماكو، امراض كثرت. ليش ما يقدرون يستوردون؟ اجهزه المستشفى انواع الاجهزه يقدرون. ليش احسن المانيا يروح الاجهزه البيئه، يجيب الصيني، لو يجيب الهندي العلاج الهندي، بس يهدي، يضحكون علينا، يضحكون على شرفنا.
اخي ايش تحكين؟ تعبينا والله، نتعب بهذولا. لا ان شاء الله ماكو تعب. لا الله يرحم قال ما عندنا معارض، عندنا لصوص وهم دول اللصوص. زين شنو المشاكل اللي تواجهها هيك؟ كلها مو بس انا، هسه هاي الاخت هنا حكت اجوا يفتزوها، خاف عباس واحد يفتزنا، احنا ما حد يفتزنا. اها صار ابتزاز بالموضوع؟ نعم انت ما انتبهتي. شنو الابتزاز اللي ابتزاز صار؟ قالوا ما اريد احكيها، لان هسه بنحكيها نسويها دم، لان احنا اعصاب ما بقت عندنا. خاف ما تدرين، ترى الناس انت تحكي ويا العالم منها يفتزونك. لا ان شاء الله معافين. زين وانا ممنون عندك. احنا الممنونين. لا انت اخت عزيزه. تسلم. بارك الله بيك. سلامات ان شاء الله. ان شاء الله يعافيك. خير. جاي تسوي؟ وفحص مع النظر على العيون، استشاري العيون. اها زين انا شفتك بالصيدليه، شلون تشوف صيدليه مستشفى آزادي؟ حياة ما شاء الله خوش صيدليه وقايمين يعني بالواجب حيل. زين شلون تشوف الخدمات؟ ما شاء الله حيل خدمات مضبوطه حيل يعني تعامل الكوادر حيل زين ما شاء الله حيل. ما عندك اي مشكله اي اقتراح؟ اي مشكله لا ابد مشكله، صار فتره راجعين حيل خدمات حيل مضبوطه ما شاء الله. طيب انت شنو تفضل تراجع الدكتور بعيادته الخاصه ام تراجع المستشفى؟ والله صار يمكن سنه على مود والدتي، اي نعم. سنه فوق السنه اراجع لي على المستشفى. على اي عاده ما اروح قليل، ما اروح على العياده على ما المستشفى. مقصرين وياه؟ لا ما مقصرين ابدا. مرحبا. هلا عيني. شلونك؟ هلا بيك، هلا ومرحبا. سلامات ان شاء الله الله. يسلمك، يرضى عليك. شلون تشوفين المستشفى الحمد تعاملهم؟ الحمد لله زين الحمد لله. خدماتهم؟ خدماتهم زينة الحمد لله، يعني المراجعين يعني مرتاحين الحمد لله. ما عندك مشكلة أي مشكلة؟ لا. ما عندك ما تواجهين مشكلة هنا أو صعوبة؟ لا الحمد لله كل شيء ماكو الحمد لله. تمام. صار ايش قد تراجعين؟ والله صار لي اليوم اسبوع اراجع، صدري ملتهب وقحة عندي. يعني أنت تفضلين تروحين دكتور العيادة الخاصة أم تفضلين تزورين المستشفى؟ والله هي غير على إمكانية ماكو نروح على الخصوصية يعني على شارع الأطباء، نجي على المستشفى أفضل لنا. شلونك؟ حياك الله. سلامات إن شاء الله. الله يسلمك الحمد صار لله. لك ايش قد تراجع المستشفى؟ والله انا جاهز بخدة فوق صار 3 ايام تقريبا. 3 أيام؟ اي والله. شنو المشاكل اللي قاعدة تواجهها؟ والله ماكو مشاكل. ماكو لا. تعامل الكوادر؟ لا والله زين تعاملهم، لا ماكو. نعم. لا والله ماكو. على الناس والله يشتغلون شغل خالص يعني. زين انت شنو تفضل تزور الدكتور بعيادته الخاصة ام تزور المستشفى؟ لا طبعا عيادة خاصة طبعا احسن. شنو الأحسن؟ اي طبعا مرتاح، لا ازدحام لا شيء يعني. طبعا شيء اكيد الخاص احسن. يعني هنا تعاني من الازدحامات. اي طبعا ازدحام يعني الدكتور مو كل شيء قاعد ازدحام. شيء اكيد يعني الخاص وين؟ المستشفى وين؟ الله يوجهك المستشفى. الله يمضي راي المستشفى كلها لا ازدحام. ماكو واحد ما زار المستشفى. شيء قلت المستشفى ضيمي بس الحمد لله يعني. نسال الله ربي يشافي كل مريض ان شاء الله. ان شاء الله يا إن شاء رب الله. شافين. ما عندك رسالة او كلام حابب تقوله؟ لا والله ماك يعني مثل ايش يعني؟ ماك غير ان شاء عن الله. الخدمات؟ والله خدمات زينه يعني والله يعني كخدمات زينه المستشفى. سلامات ان شاء الله. الله يسلمك رحمه الله صار لك ايش والديك. قد تراجع المستشفى؟ اليوم اول يوم. اول يوم؟ زين شلون شفت الخدمات؟ تعامل والله الكادر؟ متساهلين ويا كل العالم، يعني ما بيهم اي خسره، يعني كل الشعب. يعني انا عندي عمليه، عندك والعمليه عملية؟ تعرفين يعني تراجعين اكثر من قسم، مو صح. قسم واحد يعني، على تحليل، على اشعه، على تخطيط، على سونار، على مصرف دم. زين يعني شلون تشوف الخدمات اللي بالمستشفى من ناحية التنظيف؟ والله انا شفتها نظيف، بس هي المستشفى مو هي الوحيده يعني المتكفله بنظافتها. نعم. يعني 90% النظافة على المراجعين. إذا المراجع الشيء اللي ياكله أو يشربه يذبه بالقاع، يعني المستشفى شنو ذنبها؟ صحيح. هي الثقافة ما تصنعها، ترى الدولة ما تصنع ثقافة. صح. الثقافة هو الإنسان هو يصنع النفس. تمام؟ طيب أكيد. أنت شنو تفضل تزور الدكتور بعيادته الخاصة أم تزور المستشفيات؟ والله أنا زرت الدكتور بعيادته الخاصة، يعني لقيت إنسان
ابسط من البسيط. دكتور مصطفى فاضل يعني شو اقول لك، قد ما اوصفه قليل بحقه. دكتورة آلاء يعني قبل فترة هم سوت لنا عملية هنا، إنسانة ما تنوصف. دكتورة آلاء يعني شيء ثاني. طيب انت شنو رايك بالمستشفى؟ والله كلش زينة، ما بيه ما يقصر. زينة. زينه، ما عندكم اي مشكله؟ لا ما الحمد لله. حابين توجهون كلام؟ لا لا. والله بلي ولا أنا حاب أوجه. شنو؟ نوجه لهم الشكر والتقدير من مدير المستشفى ومعاون مدير المستشفى إلى أصغر واحد بالمستشفى. طيب شكرا لك. وكلمة شكر قليل بحقهم. شلونك؟ الحمد لله. خلاص. صار لك ايش قد تراجع المستشفى؟ والله صار لي شهر هيك راجع، عندي حصوة بالكلية. اها. زين شلون تشوف الخدمات، التعامل كوادر ويا المراجعين؟ والله نعاني من السرة، ازدحام صاير هنا. على السونار صار لي تقريبا أزيد من ساعتين ما جاني السرة. ازدحام على السونار حيل. مرحبا. اهلا وسهلا يا مرحبا. شلونك؟ الحمد لله بخير. دائما تراجع مستشفى الآزادي؟ دائما دائما. شنو المشاكل اللي تواجهها من خلال مراجعتك؟ والله يعني نواجه بعض المشاكل، بس اي دكتور او اي من المراجعين يسهلون قضيه اللي انه مستعجل دائما او يعاني من مرض مزمن او فد مشاكل يعني تكون عنده، فناس تتعاون مع ناس. الحمد لله ناخذ العراقيه زينه ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. بس نعاني من بعض الاجهزه اللي موجوده يعني من خلال كوادر يعني مستشفيات، لأنه كل إنسان يجوز ما عنده الإمكانية اللي يحصل عليها من ضمن إمكانيته المادية بالنسبة للعمليات، لأن أنا أعاني من نعم. شيء يعني مزمن دائما عندي حصو. فسبحان الله يعني سويت 4 عمليات ما نجحت العمليات بسبب أنه يعني الجهاز ما موجود، تفتيت الحصى موجود جهاز ليزر وهذا يعني غير متطور، فما ينفع بعض المرضى. هذا الشيء يعني نعاني منه. نطالب يعني الجهات المختصة بهذا الأمر أنه تسهل على المواطنين، لأن مو كل إنسان يقدر يواجه هذه الظروف الصعبة من خلال شيء مادي، لأنه مكلفة جدا صراحة يعني. وأنا صار تقريبا سنة كاملة أنه أعاني من هذا الشيء. عندي يعني قسطرة وصوندا يسوي لي الدكتور محمود، مشكور جدا يعني على مساهمته معي، لكن من خلال الجهاز ما قدر نصل إلى نتيجة لأنه صعبة جدا. الحصو عندي شوكي وصلب جدا، حتى من بعد إجراء العملية ممكن تتفتت شيء يسير من الحصوة وبسبب الجهاز يعني. فنطالب بهذا الشيء يعني، لأن هو الشيء الأساسي الأجهزة اللي موجودة. أما ككوادر وشغلة إنسانية من دكتورين ومضمدين ما عندهم أي خلل في هذا الأمر، لكن الأجهزة نعاني من عندها يعني. هسه أنا سويت إشاعة قصيت بالموبايل وأخذتها، لأنه ماكو هذا الشيء يعني. لو كغير مستشفيات أو أهلية أو غير شيء متوفر هذا الشيء، لكن هذا الشيء صراحة نعاني منه يعني. صار لك ايش قد هنا؟ صار لي ساعة وإن شاء الله بعد ما أطول المستشفى الآزادي. ليش؟ لا خدمات ماكو. شنو المشاكل اللي تواجهها؟ مشاكل هواية مشاكل يعني ماكو فد شيء، أمور إدارية ماكو. يعني واحد يوديك على الثاني، نظام بالعمل ماكو، تلكؤ بالعمل يعني ماكو. خدمات شنو ماكو. مشكلتك انت؟ مو بس انا مشكلتي، انا كمشكله انا اقدر امشي اموري، بس غيري ما يقدر يمشي. انا منتسب اقدر امشي، بس المواطن الاعتيادي شنو ذنبه؟ زين شنو تفضل زياره الطبيب بعيادته الخاصه ام العياده طبعا هو كل هذا الاجراء على مود الخاص، اللي ما عنده الخاص وين يروح؟ تمام؟ هذا واقع حال يعني ما واتمنى ما تحذفون هذا الشيء يطلع. لا ما ينحذف ان شاء الله. اريد يطلع مباشر، خدمات صفر. كل المستشفيات والحكومي. تمام، وجه لنا رساله. شو وجه رساله بعد؟ مدير مستشفى. رقابه، مدير مستشفى، اريد متابعه. ماكو. اتمنى يسمعون صوتي ويطلعون. بس ادري ماكو تغيير. بس ان شاء الله نقول. شنو المشاكل اللي تواجهيها بالمستشفى من قبل المراجعين؟ من قبل المراجعين ما يحترمون النظام. يعني إذا أحكي ويا المراجع مثلا تسهيلات أكو يمنا أسهل ويا المراجع. نعم. بس ندزهم يعني إحنا عندنا نظام قانون هنا، نظام باصات مثلا لو إحالة، اللي ما عنده إحالة اعتيادي باصات مجاني أكو،
بس من يجون يتعصبون يهينون، اكو اهانه من مراجعين ما يحترمون النظام نهائيا، قانون ماكو. يعني اذا تحكي باسم القانون يقولون هسه نروح نشتكي يم المدير ما ادري شنو، بس اذا هاي معاناه عندنا من المراجعين هيجي، وما يحترمون السرة، يعني ماكو نظام سرة هنا، كل واحد يجي ومستعجل. زين بحالة إذا المريض قدم شكوى للمدير، شنو الإجراءات اللي يتخذها المدير؟ مدير يعني إذا يتخذ إجراءات ما يأخذ إجراءات ضدنا، يعني إحنا أنا 18 سنة خدمة ويعني أعرف النظام والقانون بالمستشفى، بس مثلا يقول يعني التساهلات ويا المراجع شلون يعني ياخذ خطوة، يقول على المراجع هذا قانون مستشفى، يعني مستشفى عام ومستشفى حكومي، ما عندنا مستشفيات خاصة احنا بالمستشفى آزادي، ولو عندنا جناح الخاص، بس يعني حسب نظام يقول امشوا على القانون جيبوا باصات. زين بحالة انه المراجع يتعدى على الموظف اي لا او عندنا الدكتور، قانون حماية، يعني شلون انت يعني تقدرين تتعاملين باسلوبك وياه؟ يعني اكو مثلا يتعدون، اكو يشقون ورقة يذبون على احنا يعني كموظفات، بس راسا احنا عندنا هنا حماية، راسا نخابرهم جماعة الأمنية يجون، قوات الأمن يجون. جاية تسوين هنا؟ والله جايين للدكتور. على العلاج الطبيعي؟ اي نعم. من المريض شو يقرب لك؟ أنا شو يصير لك المريض؟ خالتي. شو المشاكل اللي تواجهوها من تجون للمستشفى؟ ما نواجه أي مشكلة. تعامل الكادر وياكم؟ زينة كلش طبيعي. كلش ما عندك أي شكوى ضد المستشفى؟ لا تصير. شلونك؟ الحمد لله. شلونكم؟ والله الحمد لله. صار لك ايش قد تراجع المستشفى؟ والله صار لي تقريبا يومين، فجيت موجودة الدرجة يعني ناشط المدير، خلي يجي المدير يشوف المصعد لا دقمة لا بشي، وما يصير هالحالة. زين شنو المشاكل اللي تواجهها مع هذا المصعد؟ لا أنا بس المشاكل يعني المصعد الناشدة، وزير الصحة، وزير الجغرافيا، وزير التاريخ، يجي يشوف الحالة ما يصير هيك. يعني هسه يعني يجي المواطن داس الدقمة نتل المواطن شنو هذا؟ برقبة من هذا مو من المدير، فلازم يجي المدير يشوف هذا الوضعية ما يصير هيك، وضعية تعبانة، يعني درج مصعد غير يجي يصعد بين الإنسان الكبير، الإنسان ما يقدر يمشي ما يقدر يصعد. هسه أنا بالنسبة لي عاد أصعد ما عندي مشكلة، أصعد على الدرج، بس الإنسان الكبير ما يقدر لازم أصعد، فالمصعد حيل وضعية تعبانة. زين شنو رأيك بتعامل الكوادر الأطباء ويا المراجعين؟ لا الكوادر بالنسبة لي أمورهم طيبة زينة، خدمات زينة، يعني بس المشكلة أنا المصعد، الدقمة ما أصعد، يعني خايف على المواطن، خطية يجي واحد ينتل برقبة منه، يعني وزير يجي ما يجي وزير الزراعة يجي يسوي الدرج، غير اللي يجي وزير الصحة يشوف المدير، الواحد المدير يجي ما جاي، خليه يصعد بالمصعد، خليه يشوف المصعد، ما يصير ايش؟ افترع المصاعد كلها، اذا مو بوكسي الله شاهد ما يشتغل، الا بوكسي، شنو مصعد ما يصير. انت لا بس لازم من تفترون اجي اصور اجي اوثق، انت وثقي قوم لا تلتقين مواطن والمواطن يحكي لك، انت نفسك اوثق واقول واحكي واطالب، ما يصير هيك. احنا همين وثقنا. والله انا اذا اناشد جروب المره اعطيه ولا يمكن هذا ما حد يسمعني ولا حد يشوف. لا احنا ان شاء الله يوصل صوتنا للمدير ويجي يشوف المدير هذا الصيانه، لازم الصيانه، يعني انت باين افتر يا سال الله شاهد، انا شفت بعيوني شمعات طالعه كل الوايرات، واحد صار حريق صار شيء غير واحد ياخذ الاسباب، يعني ليش اللي واحد ينتل يلا عودين يجي شافوه وانا عود من ينتل ويموت يلا يسوونه، ما يصير اي شيء. فالناس المدير يجي يشوف المدير يشوف جماعه الصيانه يسوون هذا المشكله. شلونك؟ الحمد لله زين، انتم شلونكم اخباركم؟ والله الحمد لله سلامات. صار لك ايش قد تراجع المستشفى؟ والله احنا من البارحه هنا كنا موجود هنا حدث، امي مريض حيل. نعم. عنده قصره مال القلب وعيده كان مو شيء، جبنا هنا الحمد لله طلع سلامه. يعني يساعدون الفقير، ناس طيبين، مضمدين زينين، الدكتورات كلها زين، دكتور كلهم زينين الحمد لله. يجون عليه مغذي قانون يشدون عليه، حاضرين فوق راس المريض. ما عندك اي مشكله؟ الحمد لله من حدثه ما عندي اي مشكله. زين انت هسه اني مندوس جاي لهنا الحمد لله، يعني انا راضي منهم كلش زينين الحمد لله.
زين انت شنو تفضل تزور الدكتور بعيادته الخاصه ام تزور بس العياده الخاصه حل مثل قصاب شلون هيك كلهم ما يساعدون الفقير ولا يساعدهم. بس مستشفى الازادي مستشفى الجمهوري كلش زين، يعني نجي هنا الفقير يساعدون الفقير، يساعدون الناس. رحم سلسله رحم اكو يمهم. العيادات خصوصي ما عندهم ولا سلسله رحم. بارحه كنا بالعياده امي كان حيل تعبان، نفس ما بقى عليه، ما عنده نفس ينفس. قل بس شدوا له شو اسمه ماكو هاي اكسجين، حتى ما عندهم اكسجين. وصلت لوين؟ الدار المستشفى اكو خصوصي، مستشفى خصوصي. هنا حولته كان يريدون 750 800 مليون يسوون العمليه. عمليه غالي مليون، فقير وين يجيبه؟ دين على راس. والله وصلنا هنا الحمد لله الدكتورات كلهم زينين الحمد لله، كلش زين. شلونك؟ والله على الله. سلامات ان شاء الله. صار الله لك يسلمكم. تزور المستشفى؟ عنده عمليه مال مراره زوجتي. صار لكم ايش قد بالمستشفى؟ صار لكم اليوم البارحه جينا كملنا اوراق واليوم سوى عمليه. زين شلون تشوف تعامل الكادر؟ خدمات؟ والله ما مقصرين الحمد لله زينين. يعني قايمين بواجباتهم اكثر من اللازم، يحترميننا. يعني كل شيء متوفر، راحه هدوء. زين شنو المشاكل اللي تواجهها؟ او اللي واجهتها من خلال مراجعتك ماكو للمستشفى؟ مشاكل، بس شويه الدخول من الباب ما يخلون السياره تدخل. لازم نجيب المريض مشي، ما يخلون ندخل السياره. طيب انت تفضل انه تزور المريض بعيادته الخاصه ام تزور المستشفيات؟ انت تفضل تزور المريض بعيادته الخاصه ام تفضل انه تزور المستشفيات؟ والله يعني ياهو الافضل لك دكتور بعياده خاصه ام مستشفى؟ لا والله مستشفى احسن. شلون؟ يعني احنا اكو ناس امكانيه ما عندها يزور الطبيب اختصاص خارجي. زين هو ياهو تكاليفه الافضل ما عدا مستشفى احسن. الماده. مستشفى احسن. ما عدا الماده. مستشفى كل شيء متوفر هنا، علاج اكثر من هناك. علاجه تقديره هوايه هنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم. انتظروني في الحلقة القادمة.